فعلا هي دي الاخبار اللي تفرح بجد، بس للاسف عندي لكم خبر وحش في اخر الفيديو هيزعل كل الاهلاويه. خلينا نبدا بالاخبار الكويسه. خليني افرحكم الاول، بس قبل ما اقول لكم على اي خبر ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد. وبمناسبه الصلاه على سيدنا محمد، احد الصحابه بيسال سيدنا محمد بيقول له ايه بقى؟ من البخيل يا رسول الله؟ فرد عليه سيدنا محمد وقال له البخيل البخيل البخيل، وكررها 3 مرات: من سمع اسمي ولم يصلي عليه. فما تبقاش بخيل بقى وصلي على سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول خبر عندنا وهيفرح كل الاهلاويه، وانتوا عارفين طبعا ان اخبار ابو سمره بتفرحكم كلكم. بس قبل ما اقول لكم على الخبر ما تنسوش تعملوا لايك وما تنسوش تعملوا متابعه واعاده النشر عشان نفضل مع بعض على طول. اول خبر بقى: امام عاشور هيبقى موجود في قائمه النادي الاهلي لمواجهه بيراميدز. هتقول لي ازاي ابو سمره؟ ده اللاعب لسه مصاب ولسه مش جاهز للمباريات. هقول لك النادي الاهلي واداره النادي الاهلي هي اللي قالت كده. اداره النادي الاهلي بعتت خطاب رسمي للجهاز الطبي لمنتخب مصر، ومكتوب ايه بقى في الخطاب؟ ان امام عاشور تعافى تماما من الاصابه، وان امام عاشور جاهز لخوض المباريات، وان امام عاشور ان شاء الله هينضم لمعسكر منتخب مصر المقبل لو انتوا محتاجينه معاكم. يعني امام عاشور جاهز، وامام عاشور هيلعب مباريات منتخب مصر ومش هيلعب مع النادي الاهلي. يعني امام عاشور هيلعب مع منتخبه ومش هيلعب مع النادي الاهلي. فان شاء الله ان شاء الله بنسبه 70% نشوف امام عاشور في قائمه النادي الاهلي لمواجهه بيراميدز. الخبر الثاني: كل الاهلاويه عمال يسالوا هو موسيماني هيرجع النادي الاهلي؟ هو موسيماني هيدرب النادي الاهلي؟ جاوب عليك. بس قبل ما اجاوب عليك هقول لك على حاجه بسيطه قوي كده. هو مين مدرب النادي الاهلي حاليا؟ خوسيه ريبيرو. هو خوسيه ريبيرو مشي من النادي الاهلي؟ لا. طب هي اداره النادي الاهلي طلعت بيان وقالت ان خوسيه ريبيرو هيمشي من النادي الاهلي؟ برضه لا. زي ما قلت لكم قبل كده ان النادي الاهلي واداره النادي الاهلي بتتعامل مع اي مدرب بيدخل النادي الاهلي وبيدرب النادي الاهلي، بتتعامل معاه بالموسم، مجمل الموسم، مش بتتعامل معاه بكذا ماتش. فخوسيه ريبيرو لسه مكمل مع النادي الاهلي. خوسيه ريبيرو ما مشيش مع النادي الاهلي، فاكيد موسيماني مش هيجي يدرب النادي الاهلي وخوسيه ريبيرو موجود. فما تمشوش ورا الاشاعات وما تخلوش حد يضحك عليكم. فلو موسيماني او فايلر او حسام البدري او اي مدرب تاني راجع النادي الاهلي او اي مدرب جديد هيدرب النادي الاهلي، هتلاقوني من اول الناس اللي طالع اقول لكم ده في مدرب جديد للنادي الاهلي، وهقول لكم ان خوسيه ريبيرو هيمشي من النادي الاهلي. بس خوسيه ريبيرو مكمل مع النادي الاهلي. والخبر بقى اللي بعد كده اللي فرحني قوي قوي انا شخصيا، وانا بعشق اللاعب ده وبموت في اللاعب ده لانه لاعب محترم ويعرف ربنا: كريم فؤاد. كريم فؤاد جدد عقده مع النادي الاهلي لمده 5 سنين. ايه الحلويات دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الطعامه دي؟ طب كريم فؤاد هياخد قد ايه في النادي الاهلي؟ لما اداره النادي الاهلي سالت كريم فؤاد انت عايز تاخد كام في الموسم؟ تخيلوا بقى الرد، وشوفوا رد الجميل في الرد. كريم فؤاد قال لهم ايه؟ قدروني انتوا، المبلغ اللي هتحطوه انا راضي بيه. شوف رد الجميل. علشان النادي الاهلي استحمل كريم فؤاد في اصابته، كريم فؤاد رد الجميل للنادي الاهلي وما تشردش على النادي الاهلي وقال لهم اللي انتوا عايزينه اعملوه، انا راضي باي مبلغ هتحطوه. يا جمالك يا حلاوتك، والله العظيم يا ابني علشان كده بنحبك. بالنسبه بقى للخبر الاخير، الخبر اللي هيزعل كل الاهلاويه: هو ما ينفعش امام عاشور ومحمد علي بن رمضان يلعبوا مع بعض في نص ملعب النادي الاهلي؟ لا ما ينفعش. ازاي يا ابو سمره؟ هقول لك. ما للاسف محمد علي بن رمضان ساب تدريبات النادي الاهلي النهارده وخرج من تدريبات النادي الاهلي بسبب ايه؟ ان هو شعر بألم في العضله الخلفيه. وفي اخبار بتقول لك ان محمد علي بن رمضان مش هيلعب مباراه بيراميدز، وفي اخبار تانية بتقول لك ان محمد علي بن رمضان هيلعب مباراه بيراميدز. طب ايه الخبر الاكيد يا عم سمير؟ سيبك من الخبر ده والخبر ده. الخبر الاكيد لسه ما طلعش ان الجهاز الطبي للنادي الاهلي لسه بكره ان شاء الله هيعمل فحوصات على محمد علي بن رمضان، والاشعه هي اللي هتبين هل محمد علي بن رمضان هيلعب مباراه بيراميدز ولا لا. فربنا يستر وان شاء الله محمد علي بن رمضان يلعب مباراه بيراميدز ويكسر الدنيا مع النادي الاهلي، وان شاء الله النادي الاهلي يكسب المباراه وبيراميدز ما يسحبش بسبب الاعلان على الحكم الاسباني اللي احنا قلنا عليه. فما تنساش تعمل لايك ومتابعه عشان نفضل مع بعض على طول. بس كده، يلا سلام.